عادتنا ولا هنشتريها؟ احنا في المرحله الثانيه دلوقتي من المنطقه الاثريه او من المكان اللي موجود فيه مباني هيئه قناه السويس اللي اتبنى في العشرينات من القرن الماضي. طبيعي جدا ان يبقى عندك مبنى اثري، في كل حته في الدنيا عندك مبنى اثري ومبنى مهم وشاهد على العصر وقعد فيه ناس كبار من كل جنسيات العالم، لكن مش طبيعي خالص ان انت تبص فجاه انك تحول فيلا من الفيلا التحفه دي اللي هي تبقى وحده مكافحه الحشرات والقوارض، او ان هي تبقى جمعيه تنميه المجتمع المحلي، او المشغل النموذجي والمعرض الدائم للاسر المنتجه. ما عندك مليون قطعه ارض يا اخي، وعندك مليون عماره من اللي انت بتبنيها، وعندك من العشوائيات اللي انت بنيتها، لكن جاي تخرب في القديم والحلو. الاستاذ محمد كمال هو مصور صحفي وواحد من ابناء مدينه بورسعيد المهتمين بتاريخها ومهتم جدا بارشفه صور بورسعيد القديمه. هيكلمنا عن المنطقه دي زي ما كانت عامله ازاي. احنا واقفين دلوقتي قدام المباني الحجريه. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء النور، اهلا بيكم في بورسعيد. اهلا وسهلا بيك. دي المباني الحجريه، ايه اللي يفرق بقى المباني الحجريه في مباني قناه السويس عن المباني الثانيه، عن المباني اللي ليها لون ابيض؟ هو المباني الحجريه دي كانت جت مرحله ثانيه بعد طبعا فكره انشاء مدينه بورفؤاد وانشاء المساكن اللي يسكن فيها العاملين بالهيئه قناه السويس، او زمان كان يطلق عليها القبانيه. طبعا نتيجه التوسع في حجم الاعمال وحجم التعداد السكاني، فاصبح الحاجه ملحه ان يبقى في مرحله ثانيه زي ما بيحصل دلوقتي. مجتمع عمراني بيعمل له اكستنشن ويعمل له مراحل ثانيه. هو بس الميزه في المرحله الثانيه ان هي مبنيه من الحجر. حتى شكله مميز حتى عن بقيه العماير الثانيه. العماير الثانيه طوب وشكلها فيه اخده حليه كده زخرفه بتقسيمه طوب معينه. المرحله الثانيه كلها من الاول من تحت من على الارض للسقف حجره، والحجاره دي بالمناسبه جايه من مدينه السويس، من جبل من جبل عتاق. من جبل عتاق وبنوا بيها يعني. بالظبط كده. احنا بس نفكر حضراتكم وانتوا واحنا بنتكلم هنا دلوقتي هتنزل صور كده قديمه جابها لنا الاستاذ محمد علشان تشوفوا المنطقه دي زمان كان شكلها عامل ازاي ودلوقتي بقى عامل ازاي. دلوقتي احنا شايفين الشوارع مكسره وشايفين ناس عماله بتبني وتعلم في اسوار كل واحد على مزاجه. برضو قبل ما نتكلم في النقطة دي، يعني أنا حابب إن إحنا قناة السويس برضو لازم نوجه لها الشكر، لأن هي من المؤسسات القليلة قوي في مصر اللي بتحافظ على منشآتها. يمكن هي واضح يعني لا بتحافظ على لا إلى حد ما هم عندهم القدرة إن هم يعملوا صيانة ويعملوا تجديد للمنشآت ويحافظوا عليها على الأقل ما تهدمش. ده في حد ذاته. ايوه بس انت مصور صحفي، يعني الجمال جزء من الحدوته بتاعت عدسه الكاميرا، فلما تلاقي انه سور بالشكل ده تحول كاننا في سجن. مظبوط. يعني الطراز المعماري باظ اللي احنا بنتكلم خلينا برضو نعترف ان بعد ثوره يناير بقت الحاله الامنيه الناس كلها عندها خوف من الحاله الامنيه، مش في بورسعيد بس في كل مصر. كمان يمكن ظهر قوي صناعه الحدادين، فبدا الناس يشتغلوا بالظبط. فبرضو بالتالي الموضوع القى بظلاله على مدينه بورفؤاد وعلى المباني بتاعتها، مباني دي الفيلا الهيئه قناه السويس اللي احنا بنقول عليها الفلل، يعني فيلا الهيئه. يعني هم بدأوا يعلوا منسوب الطول بتاع السور وكمان يدعموه دون رقم.